السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. تعالوا بقى النهاردة نعمل فراخ مشوية جميلة جدا جدا جدا، ولا تقولي بقى فراخ مشوية من بره ولا حاجة. نعملها في البيت بأنضف طريقة وهنعملها بأحسن مكونات. وبصوا ما شاء الله عاملة ازاي، مستوية وسخنة وطالعة جميلة على الآخر. عملت جنبها بقى شوية شوربة لسان عصفور وحبة رز بالشعرية وطبق من البسلة كده وحلة من البسلة صغننة كده. أكلة يعني متكاملة وطبق سلطة. طبعا طبعا ما ينفعش ان انا اعمل الاكله من غيره. تعالوا بقى هنقول على الطريقه اللي احنا عملنا بيها الفراخ المشويه. انا بس منزله الفيديو على الفراخ المشويه فقط لا غير. ايه هي بقى الطريقه؟ انا دلوقتي عندي فرختين صغيرين، هما مش كبار. تمام يا جماعة. كل ما الفراخ تبقى صغيرة كل ما يبقى طعمها احلى وتستوي بسرعة ما تاخدش معايا سوا. انا عندي هنا بصلاية واحدة بشرتها بالشكل ده. هوريكم هعملها ازاي. ومعايا التوابل بتاعتي اللي هي معلقة بابريكا، معلقة كاري، معلقة فلفل اسود، معلقة زعتر، معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكركم. تمام. هحط طبعا هنا البصلايه بتاعتي، هصفيها كده قوي او انزل الميه اللي فيها واخليها برضو تتشبع بطعمها وريحتها في الاكل كده في الفرخه بتاعتي. تمام. اضيف بقى المكونات بتاعتي اللي هي التوابل اللي احنا قلنا عليها الفلفل والملح والكاري والكركم والفلفل الاسود، ومعلقه كل ده معلقه صغيره ومعلقه من الزعتر. وحطيت برضو معلقه صغيره من الروزماري بس انا ما جبتهاش معلش، قلت برضو عليها. تمام. عندي برضو هنا ليمونتين، اعصري على ليمونتين حلوين كده بتديها مزازه وطعم جميل جدا للفراخ المشويه. تمام. آه طبعا انا هنا لو وصلت لغايه هنا بقى انا من قناه اسرار المطبخ مع اروى. واللي ما يعرفش القناه تدعمني ويحط لي لايكات بقى يا جماعه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. طبعا هعصر ليمونتين كده بالطريقه دي معاكم. وهحط برضو معلقه كبيره او معلقتين كبار من الخل. تمام. بتساعد على على ان الحاجه تستوي وتبقى يعني جوسي كده حلوه. تمام. هسيبها بقى ايه لمدة ساعتين. يعني الافضل انك تسيبيها، اقلبها كويس قوي، والافضل انك تسيبيها لو انت هتشوي تعمليها من بالليل. بس طبعا انا كنت مستعجلة فاضطريت ان انا اعملها، بس اسيبها حوالي ساعتين تتشبع بس من التتبيلة اللي انا عملتها دي. تمام. حدنا احنا حلوين. نكمل بقى الفيديو على كده. هسيبها بقى ساعتين كده تتبل، وهرجع اوريكم وانا بشويها ازاي. ادي الشوايه بتاعتي بالكهرباء اهي اللي احنا بنحط فيها ميه من تحت وبشوي عليها. دي جميله جدا يا جماعه وعمليه قوي. تمام. انا حطيت بقى هنا رصيت بقى ايه عندي الفراخ كده بالطريقه دي، واديتها صدمه في الاول من الناحيه ديت وارجع اديها صدمه من الناحيه تانية واسيبها تستوي براحتها بقى. تمام. ريحه الشوا طبعا يا جماعه كانت مدخنه البيت وعامله ريحه تحفه جدا في البيت كله، وكان طعمها فوق الروعه. بص دي خدت كده هو صدمة من الناحية الأولانية وقلبتها الناحية التانية بحيث ان ايه تستوي براحتها. هعمل كده كل الكمية اللي معايا وهوريكم في الآخر الشكل هيبقى عامل ازاي. طبعا تتبيلة سهلة وبسيطة ونعملها في البيت. الحاجات دي بقت مكلفة جدا يا جماعة بره، لو تقدر تعملي أي حاجة في البيت عندك اعمليها. بتبقى بنظافة واقتصادية شوية، وبتبقى حاجة كويسة كده هوت الأولاد بيبقى نفسها فيها. ماشي تمام معاكم كده لغاية هنا. نشوي بقى بالطريقة ديت لغاية لما نخلص الكمية كلها. وادي طبعا في الاخر كده عملنا خلصنا بقى الكمية كلها اللي معايا. وبص منظرها يا جماعة تحفة. كان عندي طبعا شوية بقدونس رش كده من على الوش بتديها طعم جميل جدا. انا ما كانش عندي سلطة الطحينة فاكتفيت بالموجود عندي وعملت. برضو مش هيقول لا. تمام. عملت جنبها شوية سلطة وحبة شوربة لسان عصفور كده، ورز بالشعرية الجميل بتاعنا والبسلة. كانت طالعة روعة جدا، أكلة جميلة جدا يا جماعة. لو عايزين نعمل لكم أي أكلات تانية اكتبوا لي في التعليقات، وأنا هعمل اللي انتوا نفسكم فيه كله، وإن شاء الله نكبر مع بعض ونكبر القناة. ودايما تكونوا دعم ليا ودايما تكونوا معايا في كل وصفاتي واكلاتي. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.